أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من قصة امرأة يلي عم أقدم لكم إياها أنا كوثر الحنبوري. بالحلقة السابقة كنا عم نقول إنه إيفلين اكتشفت خيانة زوجها لإلها وقررت هل رح تواجهه. كنا عم نفكر هل رح تواجهه، هل رح تطلب الطلاق أو الانفصال. بهيدي الحلقة أكيد قررت تواجه، ما رح تضلها يعني كاتمة هالموضوع أكيد. فبتتصل فيه بهالفترة، بيكون بعده عم يغيب على البيت مثل الأول. بتتصل فيه وبتقول له امتى اليوم جاي على البيت، انا عايزتك في موضوع بدي احكيه انا وياك. هو بينقذ بيقول لها في شيء بكي شيء انت بشي الصبي؟ بتقول له لا بس انا عايزتك واي ساعه جاي بالضبط لانه ناطرتك. بيقول لها اوكي، بس بيكون كتير بلش يعني يخاف ويعتل هم. فبيقول لها انا على الساعه 7 بكون بالبيت. بالفعل على الساعه 7 بتكون هي محضره قهوه، بتقعد بالصالون بتنطره، اكيد بتكون عم ترجف معصبة. بدق الباب بفوت بيقول لها نقستيني، شو في ايفلين؟ انت بكي شي كذا، شو صاير؟ فدغري بتواجهه، بتقول له انا عارفه كل شي عنك وانا عارفه انك على علاقه بامراه تانية. هون اكيد بلش هو ينكر ويقول لها مين قال لك، وهيدا الشيء مش صحيح، والناس عم يحاولوا يفرقوا بيناتنا، وانا بحبك وانا ما بتطلع بغيرك، وهيدي الامور. بترجع هي بتقول له انا عارفه كل شيء وما تحاول تنكر لانه انا شفت بعيني، انا رحت وشفت بعيني ورجعت مصدومة. انت ليش كيف تعمل هيك وليش عملت هيك؟ انا على كل حال ما بدي اسمع منك شيء، بس بدي ننفصل. هون هو كتير بحس خلص انه ما بقى في ينكر. فبيقول لها ايفلين انا بحبك، انا كانت علاقة عابرة، انا ندمان، لازم تعطيني فرصة تانية كرمال حياتنا مع بعض، كرمال حبنا الكبير، كرمال ابننا. انا غلطت وانا ندمان. وبيبكي وبيركع حد اجريها وبيقول لها بس بدي منك فرصة تانية بليز. بيضلوا ساعتين هيدا الحكي ويترجاها انه ترجع تعطيه فرصة تانية وهيك. هلا ايفلين من بعد كل هيدا الحكي بتقبل تعطيه فرصة تانية لانها بعدها بتحبه بكل بساطة. قررت تعطيه فرصة تانية على شرط انه اي شيء بتلاحظ انه ما عم يهتم، ما عم يجي على البيت، عم يتأخر، يعني رح تكون الانفصال حتمي. بيقبل بيرجع على البيت. وهون بعد فترة شهرين ثلاثة بتخبروا انها حامل بابنهم الثاني. بتكون الفرحة مش ساعته، بينبسط كتير وبيبلشوا يحضروا للغرفة لابنهم الثاني. عم يدهنوا الغرفة، يجيبوا سرير جديد، اغراض جديدة، العاب. بس الحياة القدر كان لهم بالمرصاد والاشرار كانوا بالمرصاد. شو صار؟ خلينا نعرف بالحلقة الجاية. كانت معكم كوثر الحنبوري، الى اللقاء.